الحاج عبطوش منصور، الأب الروحي للمولودية والشبيبة. لا يمكننا بأي حال من الأحوال الحديث عن مباراة تجمع بين المولودية والشبيبة دون الحديث عن أسطورة حقيقية تربط الفريقين، المجاهد الكبير الحاج عبطوش منصور رحمة الله عليه. ولد عبطوش منصور في 10 أفريل 1918 بقرية تدارت في أعالي تيزي وزو. بدأ مسيرته الكروية سنة 1935 كحارس مرمى في فريق أولمبيك تيزي وزو فريق الكولون، وهذا إلى غاية 1940 أين اكتشفه رقيب في الجيش الفرنسي. كان عبطوش يمتلك بنية قوية وإمكانيات بدنية عالية، تم تجنيده بالقوة ومن ثم إجباره باللعب لفريق غالياسبور، وهو فريق مكون أساسا من اليهود. في هذا النادي لم يلعب عبطوش إلا مباريات قليلة قبل أن يقرر فسخ عقده بسبب الظلم والعنصرية الشديدة التي عانى منها. أثناء تواجده بالعاصمة سنة 1941 التقى عبطوش بمغني الشعب الحج مريزق الذي كان عضوا في إدارة المولودية آنذاك. هذا الأخير اقترح عليه الالتحاق بصفوف العميد ليلتحق الحج منصور بصفوف الفريق أين لعب له لمدة 12 عاما ما بين 1941 إلى غاية 1953، كان كلها كحارس أساسي. كل من شاهده يلعب في تلك الفترة يشهد له أنه حارس كبير، وهناك كثيرون من يقولون أنه أحسن حارس مر على المولودية طوال تاريخها. لعب عبطوش مع المولودية ما يقارب 300 مباراة رسمية، توج معها بلقب البطولة سنة 45 900 وألف، ولقبين لكأس الجزائر سنة 48 و51 900 وألف. يقول عبطوش رحمه الله: أثناء لعبي للمولودية لما يفوق 10 سنوات كنت أعمل عند الحاج طيار رئيس الفريق، وهو الذي كان يتاجر في العتاد الفلاحي من بذور وأسمدة وغيرها. وبعد تأسيس الشبيبة كنت أتوسط لبعض لاعبيها الذين كانوا يعانون من مشاكل مالية لإعالة عائلاتهم، وهذا للعمل عند الحاج طيار. سنة 1946 عرفت تأسيس أول ناد مسلم في مدينة تيزي وزو عن طريق بعض شبان المنطقة، وعلى رأسهم منصور عبطوش. هذا الأخير هو من توسط لدى إدارة المولودية لمساعدتهم إداريا، خاصة مع الخبرة الكبيرة التي كان يمتلكها مختار جزولي رحمه الله. وبما أن بداية أي جمعية رياضية تكون صعبة للغاية، خاصة إن كانت مسلمة وأثناء فترة الاحتلال، فقد كان الفريق القبائلي يعاني كثيرا من الناحية المادية، وهو ما جعل عبطوش بموافقة من إدارة المولودية يعين الشبيب بالعتاد الرياضي من ألبسة وكرات، خاصة بفريق المولودية. بعد نهاية موسم 52-53 قرر الحارس الأسطوري للعميد وضع حد لمسيرته الكروية لينتقل إلى عالم التدريب، حيث درب الفريق الذي ساهم في تأسيسه شبيبة القبائل من 53 900 وألف إلى غاية 56 900 وألف، وهي السنة التي توقفت فيها جل الأندية المسلمة وانسحبت من المنافسة، حيث كانت الشبيبة من الفرق الأولى التي لبت نداء المولودية بعد أحداث مباراة سانتوجين بتاريخ 11 مارس 1956، ليقرر الحاج منصور الالتحاق بصفوف جبهة التحرير الوطني والجهاد في سبيل الله بغية تحرير الوطن، حيث كان قائدا لجبهة تيزي وزو حين ألقي عليه القبض ونقل إلى بوزريعة في العاصمة، أين تعرض لأشد أنواع العذاب في السجن الذي بقي فيه أكثر من 3 سنوات.
بعد استقلال الجزائر سنة 1962 انتخب الحاج منصور عبطوش كأول رئيس في تاريخ شبيبة القبائل، وهو المنصب الذي بقي فيه لمدة قاربت 10 سنوات إلى غاية 72، حيث قرر الاعتزال كرة القدم نهائيا للاعتناء بعائلته بعيدا عن الضغط، حتى وافته المنية يوم 7 مارس 2009 عن عمر يناهز 91. سئل الحاج عبطوش رحمه الله قبل وفاته بسنوات عن الفريق الذي يناصره، فأجاب: قلبي يخفق للفريقين، أعشق المولودية والشبيبة، وعند أي مواجهة بين الفريقين أتمنى أن تنتهي بالتعادل.